السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبعافية وزي الفل. في البداية ما تنساش ان انت تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الصلاة على الحبيب مهمة جدا. بعد ما صليت على الحبيب بفكرك برضو ما تنساش ان انت تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك اشعارات بحلقاتنا الجديدة. وانزل اخبط اللايك يا غالي، انزل اخبط اللايك يا غالي. الحلقة دي فيها اخبار مهمة جدا وجديدة جدا وعجيبة جدا. طيب خلي بالك، ما زالت الزيطه والزمبليطه شغاله من بعد مباراه الاهلي مع الاسماعيلي، ولسه الصياح شغال ولسه الصريخ شغال. يعني خليكوا قاعدين كده اتكلموا في اي حاجه، يلا اشتغلوا يلا اشتغلوا. فخليكوا شغالين. وامبارح طلع واحد سمسار قاعد بيتكلم بيلف، واخدينه بقى ايه مقايسه على كل القنوات، عمال يلف هنا وهنا وهنا وهنا. ماشي. عايز اقول لك حاجه، وهي هتكون بمثابه الرد على كل هؤلاء، على كل هؤلاء. وهو البوست اللي انت شايفه ده بتاع الجزيرة ده بيقول لك ايه: تشبثك بالامل يجب ان يعتمد على جهدك لا على رحمة الاقوى منك. صباح الخير من مجرى قناة السويس. رد قوي، رد قوي. شوف بقى انت، كل الهيصه اللي معموله دي، هو ده السطر ده هو اللي ايه فيه الخلاصه، فيه الخلاصه. طيب امبارح السيد الموسيقار طلع علينا كالعاده طبعا وقال لك والله احنا عايزين حكام اجانب لمباراه الاهلي والزمالك. الله، حلوه حلوه وملعوبه. المره اللي فاتت كان كاس الكرامه، المره دي بقى يبقى كاس ايه بقى؟ برضه عايز اعرف. واحد يقول لي ايه هو ايه؟ انا بقول لك اهو، ده مخرج لذيذ عشان يخلع. مخرج لذيذ، اسمع مني، ده مخرج لذيذ. انا شفت كتير وعارف ده مخرج لذيذ عشان يخلع من المباراة. طبعا المباراة مش هتلحق ان انت تجيب حكام اجانب، او مفيش فلوس تجيب حكام اجانب. ما انت اللي طلبت، طب ادفع. طب انت طبعا معكش، ما انت بتقول لك عشان تجيب حكام اجانب 50,000 دولار. هل الناس دي هتدفع 50,000 دولار؟ طبعا هم على باب الله، الخزنه بتاعتهم بتطلع فراشات ما فيهاش اي حاجه، وبالتالي ما فيش فلوس، وبالتالي فهو حلوه، مخرج حلو، حلو الاكزit ده. عارف انت اللي هو ايه، تبقى ماشي في طريق فتلاقيه زحمه، هوب تلاقي ايه ملف كده يطلعك على بره. فهو ده الطلعه بتاعتهم الجايه. فننتظر كاس الكرامه النسخه الجديده، فنسخه جديده اهي من كاس الكرامه. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي انت لازم تكون عارفها، وهي ليها علاقة بنادي اتحاد جدة. نادي اتحاد جدة خلي بالك دخل على الخط وبقوة، وبقوة، عشان موضوع محمد عبد المنعم في منافسة، او هم ماشيين على خطين جنب بعض مع رومان سايس ومع محمد عبد المنعم. الاتنين جماهيريا، جماهيريا الناس هناك في نادي اتحاد جدة يعني كجماهير عاملين هاشتاجات وعاملين شغل جامد جدا على محمد عبد المنعم، على محمد عبد المنعم. بس طبعا النادي عارف ان الموضوع صعب، فبدأ يحوت شوية على رومان سايس، بس هو داخل معاك بقوة. في كلام بدأ يفتح ما بين الاهلي واتحاد جدة، ولكن لسه شفوي، مفيش عروض رسمية وصلت للنادي الاهلي. دي حاجة لازم تكون عارفها، يعني مفيش عرض رسمي يوصل للنادي الاهلي من اتحاد جدة. لسه المواضيع عبارة عن كلام شفهي. فالكلام الشفهي ان في احنا عايزين عمنا محمد عبد المنعم، والكلام لسه رايح جاي، والكلام ان طبعا هيبقى فيه رقم كبير جدا. وهنا بنطرح تساؤل: هل انت مع بيع محمد عبد المنعم والكلام ده كله ولا لا؟ واحد يقول لي انت ايه رايك؟ انا رايي بصراحه لا، لان انت مفيش اي معوض لمحمد عبد المنعم خالص. يعني ما تيجي تقول لي الشناوي، اقول لك في شوبير، في علي لطفي، ممكن تجيب حارس من بره، اوكي. انما تعالى عند الحته بتاعت محمد عبد المنعم مش هتلاقي. موضوع صعب، مش هتلاقي. فالموضوع صعب جدا. في ناس ممكن تبقى كويسه يعني في المستقبل لو انت اعتمدت عليها، زي مثلا المغربي. انا بشوف ان هو لعيب كويس جدا وعامل زي محمد عبد المنعم، بس محتاج فرصه ومحتاج ان هو يكون جوه النادي الاهلي. بس بقى ده محتاج صبر شويه. فهنشوف بقى ايه الدنيا ماشيه ازاي. قناه الكاس القطريه بدات تتكلم على اني برضو، احنا خلي بالك الكلام ان في منافسه على قفشه. وبرده زي ما اتكلمنا على محمد عبد المنعم، صلال داخل على خطين مع ايجالو ومع قفشه. يعني هم برضو شغالين على الناحيتين. مش عارف ليه الناس شغاله على الناحيتين، غالبا هم عارفين ان النادي الاهلي ما بيطلعش اللعيب بسهوله، فداخل على خطين: اخلص ده والله جه، طب اخلص ده، ما جيتش يبقى انا ايه مأمن نفسي. فهم داخلين على قفشه.
طب هل موضوع قفشه زي موضوع محمد عبد المنعم؟ اقول لك لا، الموضوع بتاع قفشه اسهل شويه. يعني الناس في النادي الاهلي عندهم ماشي مرونه شويه، لان قفشه عندك فيه بديل، وعندك ناس كتيره تقدر ان هي تقدم الدور ده وبكفاءه عاليه وافضل منه، فبالتالي انت مش قافش قوي، مش قافش عشان قفشه يطلع، فدي حاجه لازم تكون عارف. فانت بقى اللي هيفرق في الموضوع ده هو المقابل المادي. هل المقابل المادي اللي هيجي هيكون كويس ولا لا؟ ده اللي احنا هنشوفه، ده اللي احنا هنشوفه، ودي حاجه لازم تكون عارفها. موضوع امام عاشور، موضوع امام عاشور خلي بالك، الصفقه الحلقه دي اغلبها يعني كلام على صفقات وحاجات زي كده. موضوع امام عاشور، طيب ايه اللي بيحصل؟ زي ما قلت لك ان انت في خطوات بدات تشتغل من النادي الاهلي، في ناس بدات تسافر عشان تحسم المواضيع. في خلي بالك امام عاشور برضه هيرجع للدنمارك لان النادي بتاعه طالبه عشان يخلص المواضيع. طيب موضوع امام عاشور ايه مع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي عايز يجيب امام عاشور اعاره لمده موسم. طب هل النادي الدنماركي عنده مشكله في الموضوع ده؟ لا. المشكله بقى اللي مع النادي الاهلي ان هو عايز يقسط فلوس الاعاره. بمعنى انا مثلا هاخد امام لمده موسم 800 الف دولار، 800 الف دولار، فانا عايز ادفعهم على جزئين، 400 في 400. حلو حلو. طيب وبعدين لو اللاعب انا بعد كده عايزه بفعل بند الشراء، وهنا تخش على الازمه الثانيه وهي الفلوس. الاهلي مش عايز يدفع 3 مليون، ميتلاند عايز 3 مليون وكسر، يعني 200 100 حاجه في الرينج ده. الاهلي عايز يدفع كام؟ 2 ونص بالكتير، مش عايز اوصل ل3. لا لا لا، انا عايز التحت 2 ونص بالكتير. طبعا ده بالنسبه لميتلاند يعتبر خساره، لان هم دفعوا 3 مليون دولار، ده لسه ما كمل، ده اللاعب ما كملش عندهم كام شهر، ما كملش، فيا دوب ده لو بيصيف كان قعد اكتر. دي بقى ايه الحاجات اللي ممكن تبوظ الصفقه. واحد يقول لي يعني هل ممكن الصفقه تبوظ؟ لو هتبوظ عشان حاجات ماليه زي اللي انا قلت لك، ان انت عايز تقسط او ان انت عايز تدفع فلوس اقل. هنشوف بقى هل يعني الدنيا هتمشي ولا لا. في طبعا انت عندك مبعوث، الكلام اللي طالع انه نادر شوقي هو اللي طالع يخلص الصفقه دي. تمام، فنادر شوقي هيطلع، وزي ما بقول لك ممكن يحصل عمليه تبادليه بينك وما بين ميتلاند الدنمارك، بس لسه هنشوف الدنيا ماشيه ازاي. زي ما بقول لك في مبعوث طالع عشان يتكلم مع الناس في ميتلاند على الموضوع ده، سواء بالتقسيط او الكلام اللي انت بالك اياه. طيب دي حاجه لازم سعادتك تكون عارفها. طيب الحاجه اللي كمان، ودي بصراحه قلق بالنسبه لي، وهو موضوع المهاجم. انا حاسس ان احنا رجعنا ندور في دفاترنا القديمه. واحد يقول لي يعني احنا يعني غالبا شكلها كده ما لقيناش حاجه عليها القيمه. طبعا الفتره اللي فاتت كان عادل القيعي كان طلع بتصريح قال لك والله احنا جبنا مهاجمين وكولر ما يعني بتاع، فغالبا احنا رجعنا للدفاتر القديمه. طب افتح يا جدع الشنطه شوف مين كان موافق عليه. فرجعنا نتفاوض تاني مع مين؟ مع واحد كنا بنتكلم عليه قبل كده، وهو جوستافو دي سيلفا. لو تفتكر جوستافو اللاعب اللي كان في يناير اللي فات كان خلاص قاب قوسين او ادنى ان هو يجي، ولكن المواضيع وقفت بسبب الشروط الماديه اللي طلبها عمنا جوستافو. معرفش طب ايه اللي حصل، يعني ايه التغيير اللي ممكن يحصل، فنرجع نتكلم. فاحنا رجعنا نتكلم معاه تاني. واحد يقول لي طب ليه انت بتقول ان قلقان؟ لان حاسس كده احنا بنضيع وقت. ما يعني مع احترامي للجميع، انا حاسس كده ان احنا بنضيع وقت. ما انت اتفاوضت معاه قبل كده وشروطك ما نفعتش معاه، فانا راجع اتكلم معاه تاني. فده معناه ان انا يعني بصراحه يا اما مش لاقي حد عدل ماشي فرايح بقى كده، يا اما انا بضيع في الوقت، وبحيث ان انا شوف يا عم كولر والله انا بص انا عايز اجيب لك اللي انت عايزه، بس والله بص اللاعب الحاجات دي. فانت اللاعب ده انت في يناير اتكلمت معاه، هو بيلعب في كوريا، انت وصلت معاه الاتفاقات واللاعب وصل لارقام كانت كبيره عليك. ايه بقى اللي رجعك مره تانية انك تتكلم معاه تاني؟ ده تساؤل بيطرح نفسه. واللاعب خلي بالك عنده 29 سنه، هو مهاجم كويس، يعني انا مش بقول ان هو وحش، ولكن اللي مقلقني ان انت فشلت معاه في يناير، يعني من كام شهر 6 شهور مثلا ولا حاجه، فشلت معاه بسبب حاجات ماديه، فانت راجع تتكلم معاه تاني. فايه اللي هيغير الدنيا؟ هل انت يعني بقى معاك فلوس اكتر فتقدر تجيبه؟ فاللاعب زي ما بقول لك عنده 29 سنه، وهو مواليد 94، طوله 188 سم، قيمته على ترانسفير ماركت 900 الف يورو. اللاعب عقده بيخلص السنه الجايه مع فريق هو الفريق بتاعه اسمه جونبك الكوري حاجه كده.
العقد بتاعه بيخلص السنه الجايه 30/6/2024، يعني باقي له موسم واحد السنه الجايه. طبعا دي بتسهل المواضيع، بس ده في حاله ان انت وصلت لاتفاق مع اللاعب. فهنا بقى هنشوف يعني هو ده بقى ايه اللي مقلقني. طيب الحاجه الاخيره اللي نختم بيها وهو بديل علي معلول. انا كده طبعا كده يعتبر رديت لك على كل حاجه، كل شيء رديت لك عليه، سواء المهاجم سواء امام عاشور، اي حاجه كده ايه ردينا عليها، بحيث ان ايه يعني في ناس بتسال على الموضوع ده. بديل امام عاشور الاقرب حتى الان ان انت ترجع محمد شكري هو اللي يكون موجود معاك الموسم الجاي. فالاقرب ان انت ترجع شكري من سيراميكا كليوباترا، تدي لهم ال7 مليون جنيه اللي موجودين في العقد بتاعه، ده الاقرب ان هو يرجع. وغالبا ده الوحيد اللي طلع من النادي الاهلي وهيرجع. وفي كلام من بعيد لبعيد كده عن نيدفيد، وان كنت بشوف ان موضوعه هيبقى صعب شويه، لان انت هتجيب محمد رضا بوبو، فاعتقد هيبقى صعب ان انت ترجع نيدفيد. فالاوقع او اللي انا بشوف انه هيحصل ان انت هتسيب نيدفيد لفيوتشر وهتجيب بوبو. طبعا في ناس بقى هتسال هل بوبو احسن ولا نيدفيد؟ دي بقى راجعه لكل واحد ورؤيته. انا مثلا شخصيا بقول لك ان بوبو احسن من نيدفيد. في ناس تانية هتقول لك لا نيدفيد احسن، في ناس تانية تقول لك لا. دي هتبقى حاجات بقى ايه اراء شخصيه، وكل واحد بقى هيبريه رايه. وانا رايي ليه ان نيدفيد مش افضل ونجيب بوبو، لانه نيدفيد كان موجود معاك قبل كده وما كانش افضل حاجه، يعني بصراحه ما كانش احسن حاجه، ما قدمش اوراق اعتماده في النادي الاهلي. ففكره ان انا بعد كده ارجعه بناء على انه متالق في فيوتشر، هو برضو انا مش شايفه متالق قوي يعني في فيوتشر. ففكره ان انت يعني فشايف ان انت لا، هات بوبو احسن، ونيدفيد ده هو موجود، يعني خليه اعاره لو يعني ربنا نفخ في صورته فيما بعد، ما نفخ خلاص يبقى مع السلامه يعني. فدي حاجه لازم سعادتك تكون عارف. انا كده رديت لك على كل حاجه ليها علاقه بميركاتو النادي الاهلي. بس كده، سلام عليكم.